السلام عليكم يا بنات. النهارده هعمل معاكم بابا غنوج. انا ولعت الفرن وسخنته. هو طبعا يا بنات بيتعمل على البوتاجاز عادي خالص، على شعلة البوتاجاز. بس انا هشوي سمك، فقلت بالمره يعني. والفرن بتاعي كبير وكده. فالسمك بتاعي حطيت عليه الرده. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. معايا سمكتين صغيرين هشويهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلت اعمل مع بابا غنوج. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا بنات زي ما انتم عارفين هو بيتعمل على شعلة البوتاجاز عادي خالص. بتحطيه على الشعلة وبتقعدي تقلبي فيه لغايه ما يستوي خالص. انا هنا كل شويه هقلبه على النار، وان شاء الله باذن الله اول ما يجي يطلع يعني يستوي هفرجكم عليه. هريح بس عشان ما اطولش عليكم الفيديو. السمك ده يا بنات انا كنت جايباه صاحي يعني، فشويت نصه امبارح والنص النهارده. فمع البتنجان اهو بالمره. بصوا يا بنات كل شويه هقلب البتنجان كده. وبرده على البوتاجاز نفس القصه، بتحطيه على الشعله وكل شويه تقلبيه. كل شويه تقلبيه كده لغايه ما يستوي خالص. والبتنجان يا بنات انا كل شويه بقلبه على النار اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قرب يطلع. اللهم كفينا واياكم شر النار وعذاب النار يا رب. قرب يطلع البتنجان مع السمك في الفرن. زي ما قلت لكم يا بنات حبايبي، ممكن تعملوه فوق البوتاجاز، فوق شعلة البوتاجاز، وكل شويه تقلبيه لغايه ما يستوي البتنجان معاكي تقشريه. وهقول لك نعمل فيه ايه بعد كده. وبعد يا بنات البتنجان ما طلع سخن النار طبعا استوي اهو. قعدت اقلبه على كم يعني على كل اتجاه يعني لغايه ما استوي البتنجان والسمك يتشوي اهو. الحمد لله رب العالمين. والله يا بنات ما بياخدش دقايق على النار. وزي ما قلت لكم يا حبايبي على شعلة البوتاجاز عادي تقعدي تقلبي فيه خلاص يبقى كده اتشوى البتنجان. بس انا عشان عندي فرن حطيته في الفرن. جميل اهو. وهنكمل معاكم وهقول لكم بيتعمل ازاي ان شاء الله باذن الله يا رب. بعد يا بنات ما طلعنا البتنجان وقشرناه اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. هنمسكه بالهراسه هنهرسه ونشوف هنحط عليه ايه تاني. هنهرسه بدي كده يا بنات. يا بنات البابا غنوج اهوت بنهرس فيه. دي معلقه توم. حطيت معلقه توم، وهحط حبايه طماطم متقطعه قطع صغيره، فلفل الوان احمر واصفر، وقرن فلفل حامي اخضر، وشويه بقدونس وكمون وملح. وبالهراسه هنهرس كده. لسه بس الطحينه هحط عليها الطحينه. هنضيف عليها الطحينه يا بنات. وهنضيف يا بنات بقى الطحينه عليها. هي طبعا عايزه طحينه كتير. الطحينه دي يا بنات اللي احنا عاملينها معاكم على صفحتنا برضو من حوالي اسبوع او اكتر يعني. هي نفس الطحينه اللي عاملينها معاكم. وبالهراسه هنهرس كله. بابا غنوج ده جميل قوي يا بنات ومفيد والله حلو قوي. بسم الله ما شاء الله يعني. وهنحط بقى يا بنات عصرة ليمون. طبعا احنا حطينا عصير ليمون برضو فيه، وكمون وملح. اللي عايز يحط فلفل اسود يحط، احنا ما بنحطش الفلفل الاسود يا بنات. وكده خلصنا. يا رب تكونوا استفدتوا من النهارده. ده طبق بابا غنوج اهو بتاعنا، وطبق سلطه خضراء، والسمك بتاعنا اهوت اللي شويناه مع بعض في الفرن دلوقتي. الف هنا وشفا للي هياكله هنا، والف هنا وشفا للي يعمل زيه. السلام عليكم. يا رب تكونوا استفدتوا. بحبكم في الله.